انا بادي الحلقه بكلمه مهمه جدا: بيسيرو فاشل. ده عنوان الحلقه، بيسيرو فاشل. ليه بيسيرو فاشل؟ بيسيرو اشتغل في الاسبوعين اللي كانوا توقف عشان انت طلعت من الكونفدراليه، بس اشتغل غلط. يعني درب اللعيبه او حاول يعمل تاكتكس، بس تاكتكس يطلع من حمار ولا مؤاخذه. مش مدرب واخد شهادات وفي اوروبا ودرب في كاس الامم الافريقيه. الزمالك سيب القلم ده بقى خالص. زي ابتدى بخمسه دفاع: عواد في الجون، الزناري، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمد حمدي المغفور له، عمر جابر، واربعه مصطفى شلبي، عبد الله السعيد، دونجا، شحاته وينج هو مجبور عليها بس هاجيلها يعني، وناصر منسي. انت ابتديت بخمسه، بس لما كنت بتضغط على المصري انت كنت اول نص ساعه انت مشجع زملكاوي عمال تقول الله الزمالك فايق، بيصيروا يدربهم على حاجه، اللعيبه عايزه. مش هتدربهم على حاجه، هو قال لهم هنقلبها والمصري معاك كره تضغط من اول حاجه لثلاثه 4-3. بص بقى، ثلاثه هم: ناصر منسي، محمد شحاته، ومصطفى شلبي، من وراهم عبد الله ودونجا وعمر جابر، محمد حمدي، والثلاثه دول. حلو. فانت شايف ايه؟ شحاته بيضغط، ناصر منسي بيضغط، مصطفى، عمر جابر، بنتايج محمد حمدي بيضغط وراه عبد الله السعيد. ففي 1 2 3 4 5 6 بيضغطوا على المصري، فالمصري بيحتاج يشلت. بس المتخلف في حاله بقى ما كنا بنشلت كان بيعملها، كان بيخلي صلاح مصدق باك يمين، حسام عبد المجيد والزناني سنتر باكات، ومحمد حمدي باك شمال. صلاح مصدق باك يمين يا فاجر. عشان كده شفتوا اخطر كره اتلعبت عليها في الدقيقه 10 كان صلاح مصدق اتلعبت العاليه، الزناري ما عرفش ياخدها، صلاح مصدق كان هيعمل بيلين. ما هو الزناري ليه قلب دفاع؟ ما هو لعبها قبل كده باك يمين، ونطلع من حوار الهيد ده كان صلاح مصدق هياخد الكره العاليه. احنا المشاكل اللي حصلت علينا دي بسبب ان الزناري كان سنتر باك وصلاح مصدق باك يمين، ده تهريج. طب ما الزناري بيلعبها، ولولا ان صلاح محسن مش فايق كان 2 3 وعواد فايق كان 2 3 على المصري. فانت شفت الزمالك 3 4 3 وبيضغط شحاته وخمسه فسخنت. لكن اللعيبه ما قدرتش نص ساعه واللعيبه فيصت. رجعنا لايه لما اللعيبه فيصت؟ رجعنا للعته بقى ضد المصري. بلعب بخمسه دفاع: محمد حمدي، حسام، زناري، حسام عبد المجيد، عمر جابر، دونجا، وعبد الله. عبد الله ما بقاش قادر طبعا، فعبد الله بقى يلعب ثرو باص عالي. ناصر منسي حتى محمد شحات خلاه يرجع يدافع، ومصطفى شلبي نوعا ما خلاهوش يرجع يدافع. يعني احنا مرصوصين بخمسه. حتى الكوره العاليه اللي اتلعبت ومحمد شحاته رقص وضيعها، افتكروا بص على الكوره، كنا خمسه ورا عبد الله سعيد، ندي استلم من هنا، لعب الطويله لمصطفى شلبي، راح ناصر منسي، محمد شحاته بقى جه المساحه دي كلها لاخر الملعب، واد نفسه اتقطع، واد من اول ماتش بيضغط، فلما وصل ضيعها ما قدرش يفنشها، غير ان هو فينشر وحش. طب يا مفتري، يا عارف التشكيله دي كانت تبقى حلوه لو كان محمد شحاته كان عندنا اوباما يقدر يعمل لك السكند راس حربه وحته الوينج ويرجع يدافع. لكن شحاته سكند راس حربه دي مش فاهم هو فكر فيها ازاي، مش عارف. فانت لما قعدت تضغط انت نص ساعه رجعت ما قدرتش تعمل حاجه. الشوط الثاني شوط المدربين بقى، قلت بص هيغيرها بقى، هيخليها 4-4-2 بقى وينزل سيف الدين الجزيري. لا عادي جدا، محمد شحاته ورا، ارجع ناصر منسي وشلبي بس اللي قدام، وشلبي نازل كمان 5-4-5-3-2، او رجع مصطفى شلبي بقى 5-4-1. بهيم هو في الزمالك ما بقاش خطر. الكوره الوحيده اللي عملناها الشوط الثاني ناصر منسي حل فردي تماما، راح وقعد يهزق فيهم وجاب جول، اتلغى. خلاص بقى اسخن عليهم الدقيقه 75 وعايز اكسب عشان اصعد افريقيا. لا 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 لا، طلع لي ناصر منسي اخطر لعيب بره، نزل سيف الدين الجزيري، طلع لي عبد الله السعيد اللي كان بيعمل سروات عاليه. هو وحش في عمل ميس باصات كتير، لكن بيودي سروات عاليه بينقل لك ملعب. لا، نزل ناصر منسي. مش لو انا مدرب عندي فكر، عندي ده شغال زي ما انا، طلع نزل ناصر منسي جنبه سيف الدين الجزيري، 2 في نص الملعب عبد الله السعيد ودونجا، واربعه بس اهو 4-4-2، وطلع الزناري من ورا بس 4-4-2 واروح بقى واضغط. لكن لا، ازاي يا عم كنت تخلي عمر جابر الرابع هنا والزناري باك يمين؟ لو دي حزقاك قوي اعمل يعني املى البوكس. لا، انت عمال تفضي في البوكس اكتر، وابتديت بقى ايشو وميشو وهيشو والعبط اللي عمال تنزله ده، لان الماتش فرط منك. طب حسام اشرف عندك على الدكه، نزله، مفيش، عايز التعادل، ضحكه، مدرب ضحك، مدرب ما عداش على شهادات في اوروبا. حل الزمالك انه يمشي بسيره ويجيب مؤمن سليمان. مع مؤمن سليمان نلعب ايه؟ الزمالك عشان يكسب بيراميدز لازم يقعد لاخر الدوري يلعب كده. نرجع لاصلنا، الزمالك يلعب ب4 دفاع، سيبك من الخمسه بقى. بنتايج حبيب قلبي يرجع،
جنبه حسام عبد المجيد وصلاح مصدق والونش لو احسن في التدريبات اللي المدرب شايفه احسن 2 من 3 في التدريبات يلعب. هنا عمر جابر لغايه ما نجيب حد بديل ليه ونخلص. قدامه 2 زي عادي جدا، شحاته وعبد الله، شحاته وعبد الله مش دونجا، شحاته وعبد الله. وهنا الجفالي لازم يرجع، وهنا ناصر ماهر واحمد حمدي. ناصر منسي مهاجم. 4 2 3 1، بس لازم يبقى فيه واجبات لكل واحد. اساسيات عمر جابر ده ما يتحركش من الدفاع، ما يزيدش. عمر جابر لما بيزيد ميس باصات قد كده يا ريس وعرضيات غلط. هتقول لي ده عامل اسيستين ضد الاهلي عشان الاهلي ملط من الجبهه دي مش اكتر، يعني الظروف فرديه. شفت لما هاجم قدام المصري ايه اللي حصل ولا ما شفتش؟ انت جالك كرشه نفس وانت بتتفرج من عمر جابر هجوميا. خليه ورا كده يفضل نصاب زي ما هو لعيب نصاب مع كامل احترامي ليه، يتدارى. وبعد كده نجيب باك يمين 4 شحاته. هو شحاته رقم 6 اصلا بس ماشي. شحاته يفضل هنا رقم 6، ما يزيدش قدام خالص. شحاته مش قادر انه يفنش ويجيب اجوان، خليه 6 بيضغط حلو. جنبه عبد الله السعيد واحمد حمدي. ناصر ماهر بقى ما يرجعش، الجفالي ما يرجعش، ناصر منسي ما يرجعش، احمد حمدي ما يرجعش. الاربعه دول يضغطوا على حامل الكره في بيراميدز. خلاص بقى انا مش هقعد ارجع وادافع، مش هينفع زي ما عملت اخر ربع ساعه قدام الاهلي اللي اتعادلت معاه لما كان بيسيرو كان بيفكر. كله يضغط على حامل الكره، ما تخليش بيراميدز يبقى عنده الفرصه ان هو يجي عندك. انت لو رجعت ورا وخليت بيراميدز يبقى عنده الفرصه انت اتغلبت. ووراهم ادي شحاته هنا بنتايج طاير، كله اضغط على ما اضغط عليهم. مفيش، الزمالك لازم يلعب كده. اقول لك حاجه، فاكر كاس مصر معتمد جمال انت كنت ضاغط بيراميدز ازاي؟ ما هو مش قادر يروح عليك يا جماعه. انما هترجع يلا 5 بقى زي بسيرو الفلاح، يلا 5 5 هوب 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 هوب، يلا نضحك مع بعض. هات لي بقى كل دول عندك، هات ابراهيم عادل وتوريه، هات الجيش عندك بقى، يلا خليهم يقعدوا يشوفوا، هات الشناوي كله. خربنا الدنيا، خربنا الدنيا. لو دفعنا لازم تهاجم، ولازم مؤمن سليمان. سيبك بقى من اللي ورا دي خالص. اللي حصل امبارح ده كارثه. الاهلي خلاص هو اللي بينافس مع بيراميدز في الدوري، انا لازم افوت ماتش بيراميدز ده. حلو، مع كامل الاحترام للاهلاويه انا هفوت ماتش بيراميدز. اقول لك انا مش هفوته، ما عرفتش اغلب المصري، هغلب بيراميدز اللي وصل نهائي افريقيا ومطلع اورلاندو ومتعادل معاك؟ مستحيل طبعا، ده بالمنطق يعني. فانا تالت دوري وهلعب كونفدراليه، لازم اكسب الكاس. عشان اكسب الكاس لازم بيسيرو يمشي، اجيب مؤمن سليمان، نلغي فكره الخمسه دفاع دي خالص ونلعب ب4 دفاع. ممكن نغلب الكاس. انت مع معتمد جمال كسبت بيراميدز بضربات الجزاء، بس كسبت بيراميدز بسامسون وبلعيبه اقل من دي. لازم الجفالي يلعب، لازم احمد حمدي يلعب، لازم ناصر ماهر يلعب واديله فرصه. ناصر ماهر ده مظلوم في الزمالك عشان بيسيرو. اتفرج عليه لما مؤمن سليمان يجي. انا ما اعرفش مؤمن سليمان جاي ولا لا، بس ده انسب حل للزمالك عشان الزمالك يفوق تاني. وفي نهايه الحلقه ما ننساش تدعي اخواتنا في غزه، وحسبي الله ونعم الوكيل في بيسيرو. وهقولها تاني، اتمسحت خلاص، بيسيرو فاشل. دمتم سالمين، سلام.